عن احمد السيل. هذه لدينا الان الكره التي تلعب في الجهه اليمنى. عمر السومه مع الكره. عمر بوفال، لكن هنا لدينا المساكني. خطيره خطيره خطير. هذا سفيان، لكنها تبعد من امام سفيان، تعود الى عمر السومه في الجهه اليمنى. خط الدفاع العرباوي الذي اصبح اكثر قوه، اكثر اكتمالا، اكثر وصلت الى سفيان بوفال. لاعبين هنا لدينا الكره التي تلعب اماميه راسيه، وصلت خطره 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 خطره. سلام يا سلام، لمسه رافينيا. الاثنين فارقين، وان كان العربي في شوط اللقاء الاول. عبد العزيز يتدخل عمر السومه ويخطف الكره الان لمصلحه العربي. في حد عربي يقف بطريقه ممتازه، ولذلك فان هذه الكره التي تقطع الان قطريه اماميه، لكن حامد اسماعيل امام النادي العربي. سنشاهد ويوهان بولي. هكذا هي تشكيله ريان في شوط اللقاء الثاني بعد عملية التغيير التي طالت محمد سراج. لكن نذكر بأن شوط اللقاء الأول عمر السومة يأتي على بوفال، لكن هنا لدينا كرة خطيرة للغاية لعبت والتدخل باللحظة الأخيرة. عمر السومة في الريان، عندك بوفال، عندك يوهان بولي. هذا اسماعيل اخوان رافينيا وحامد اسماعيل على راسه اللي مخلي. بس خلاص يوسف لعمر. عمر يحاول. ولدي يا يوسف يا يوسف. وصلت الى المساك. هلال اللي حلوه في حالاته. نعم عمر السومه. يا سلام لانه في متسع من الوقت، لكن اذا اتى هل كان السومه في موقف متسلل ام لا؟ تشكيله العربي لدينا ركله زاويه تلعب عاليه. عمر السومه وحده بهذه الطريقه، بهذا الاسلوب وبهذه الكره. لو سجلت يغادر